في حاجة لو عملتها بس ساعتين في الأسبوع ممكن تقلل فرص إصابتك بالاكتئاب بنسبة 55%. عمرك لاحظت إنك لما بتقضي وقت طويل في أماكن مغلقة حالتك المزاجية والنفسية بتبتدي تتأثر؟ ممكن يكون حاسس ده قوي وقت الكورونا لما اضطرينا نقعد فترات كبيرة في البيت، بس الحقيقة إن بعد الكورونا الموضوع ده ما بطلش. ناس كتير قوي معظم حياتهم بتبقى عبارة عن إيه؟ أنا يا إما مقضي أغلب يومي في البيت، يا إما بنتقل من البيت في عربية أروح أشتغل في المكتب، في عربية أرجع البيت، وده بيخلينا مع الوقت صحيا جسديا ونفسيا صحتنا توقع. في باحثين أستراليين عملوا تجربة كانت بالنسبة لي مذهلة. جابوا مجموعتين من الشباب ودوهم مهمة قد تكون مملة جدا وسهلة جدا، زي إنهم يبقوا قاعدين على الجهاز وكل ما تظهر قدامهم كلمة يدوسوا على زرار في الكيبورد. مفيش أسهل ولا أمل من كده. بس قسموا الولاد دول مجموعتين. المجموعة الأولى قاعدة والخلفية بتاعت الشاشة اللي قاعدين بيتفرجوا عليها مبنى مليان خضرة وسطح مليان طبيعة. الشباب التانيين قدامهم خلفية عليها رف أسمنتي بائس ما فيهوش أي حاجة غير شوية أسمنت. ولما جم يحللوا الأداء بتاع الطرفين لقوا إن المجموعة اللي عندهم طبيعة وخضرة في الخلفية كان عدد أخطائهم المعرفية أقل. كمان في الدنمارك عملوا دراسة طويلة المدى على مجموعة من الشباب من سن 10 سنين وتابعوهم على مدار السنين، متابعة للحالة النفسية والجسدية ليهم. الدراسة دي جمعوا فيها داتا لأكثر من 900 ألف شخص من سنة 1985 لحد 2003. ولما بدأوا يحللوا الداتا اللي طلعت من الدراسة دي لقوا نتيجة مذهلة. الأولاد اللي كانوا بيتربوا في بيئة مليانة طبيعة وبيتعرضوا للخضرة بشكل مستمر كانوا عرضة أقل للأمراض النفسية زي القلق والاكتئاب واضطرابات الأكل وإدمان المخدرات. وكمان لما بصوا على الأولاد اللي ما تعرضوش لبيئة فيها طبيعة وخضرة وما تواصلوش مع الطبيعة كان عندهم عرضة أكتر إنهم يتعرضوا لأمراض نفسية بنسبة 55%. فواضح كده إن العلم يعني بيميل علينا وبيقولنا إن الطبيعة مهمة جدا لصحتنا النفسية والجسدية وكمان لقدراتنا المعرفية أثناء اليوم. بس علماء النفس كان عندهم شيء من الفضول، وأنا متأكد إن بعضكم هيكون عنده نفس الفضول. طيب بالنسبة للصور بتاعة الطبيعة، يعني الناس اللي بيوتها كلها والبيبرز بتاعتها شجر أو ورق أو حاطين الخلفية بتاعة الديسكتوب بتاعتهم حاجة من الطبيعة، هل ده كمان بيساعدنا في تحسين صحتنا النفسية ولا الطبيعة لازم تبقى حقيقية؟ فبعض العلماء علشان يدرسوا الظاهرة دي جابوا 3 مجموعات من الناس. عرضوا مجموعة للطبيعة بشكل طبيعي جدا حاجة حقيقية، والمجموعة التانية عرضوها المكان متمدن جدا ما فيهوش أي حاجة من الطبيعة. وجابوا مجموعة ثالثة قسموها نصين، نص عنده فيديوهات وصور عن الطبيعة والنص التاني اللي حواليه فيديوهات وصور عن الحياة المتمدنة. فلقوا إن الناس اللي بتتعرض للطبيعة بشكل مباشر بيبقى فعلا عندهم قدرة على الانتباه أعلى، وكمان بيسجلوا مستوى أعلى من المشاعر الإيجابية، وكمان عندهم قدرة أعلى على التفكر والتدبر في مشاكل الحياة. طبعا أنا مش بنصحك دلوقتي إنك لما تبقى متضايق تنزل تتمشى، بس براحتك، هي موجودة والعلم بيقول إنها بتنفع. بس الرهيب بقى كان إيه؟ إن الناس اللي تعرضوا للطبيعة بشكل غير حقيقي لكنه موجود في البيئة اللي حواليهم اتحسنوا وكان عندهم أعراض إيجابية مشابهة زي دي، ولكن بنسبة وشدة طبعا أقل من الناس اللي تعرضوا للطبيعة بشكل حقيقي. وهنا العلماء كانوا بينصحوا إن الأساس في الموضوع هو إننا نتعرض للطبيعة. بس بعض الناس بيبقى عندهم قدرات أقل في الحركة أو مشاكل صحية تخليهم مش قادرين يتعرضوا للطبيعة بشكل كبير. ده يخليهم إنهم يركزوا إن البيئة المحيطة بيهم تكون مليانة أشياء مشابهة للطبيعة زي الألوان الزرقاء وزي الأشجار أو النباتات، حتى ولو صناعية، حتى ولو كانت على شاشات حواليهم. وهنا هيجي السؤال المهم، طب يا عم محمد يعني إيه؟ هنعيش في الغابة يعني؟ ولا هنعمل إيه؟ المفروض إيه الصح؟ أتعرض للطبيعة فترة قد إيه؟ أقول لك والله بص، علماء النفس جالهم نفس السؤال، قال لك طيب إيه الصح؟ هنقعد نقول للناس عملوا صح؟ لازم نقول لهم إيه هو الصح؟ فالصح ده بدأوا يبصوا عليه على 20,000 واحد في المملكة المتحدة ويبصوا على البيانات بتاعتهم، واكتشفوا إن ساعتين في الطبيعة، الناس اللي تعرضوا ساعتين للطبيعة كل أسبوع كان عندهم صحة نفسية وجسدية أعلى. ونفس الأنماط دي مشيت على الكبار والصغيرين والناس كمان اللي عندهم أمراض مزمنة. بس أنا عارف برضو إن أنت دقيق وبتحب الدقة. هتيجي تقول لي طب معلش بس علشان عايزين نطبق صح الساعتين دول ورا بعض ولا متقطعين نعمل إيه؟ أقول لك والله العظيم الناس دي مسهلة علينا. أي ساعتين ورا بعض متفرقين مفيش مشكلة، بس الحاجة الوحيدة اللي اشترطوها علشان لقوها متجمعة عند الناس كلهم، قال لك إن الإنسان يكون بيعمل نشاط ممتع مبهج، مش نازل آخد مكالمتين شغل في التليفون في الطبيعة وعمال أتخانق فيهم مع المدير بتاعي. ولو إن بصراحة
بصراحة لو اتخانقت مع مديرك في الطبيعة ساعتين أحسن ما تتخانق معاه ساعتين في المكتب الأسمنتي. لكن اللي احنا بنتكلم عليه واللي طلع من الدراسة اللي اتعملت على 200 ألف واحد إن ساعتين أسبوعيا سواء متفرقين أو متجمعين في الطبيعة بتعمل فيهم نشاط ممتع أو مبهج أو بتفصل فيه. وعلشان عارف إن أنت ممكن تبقى برضه مكسل يعني برضه أقعد أفكر طب خد حاجة كده. بس المهم إننا نكون متفقين إن النشاط الممتع اللي أنت هتفصل فيه ده هيختلف من شخص للتاني. المهم إنك أنت اللي بتتعرف على نفسك، رحلة إنك بتجرب حاجات وبتشوف إيه فعلا أنت فصلت فيه، إيه فعلا أنت شحنت فيه طاقتك وحسيت إنك مبسوط. لكن بعض الاقتراحات ممكن أصلا بكل بساطة تنزل تتمشى، وسبحان الله ممكن تتمشى وتصور بالموبايل. مثلا لو أنت بتحب التصوير مش نازل تصور علشان تعمل ستوريز على النت، مفيش بقى جو صناع المحتوى ده، إحنا عايزينك تتواصل مع الطبيعة. طيب إيه تاني ممكن نعمله؟ ممكن نلعب رياضة، أجري، انزل روح جيم في مكان مفتوح، أو ممكن ألعب سباحة، ممكن أصطاد، ممكن أقعد أتفكر بس كده في خلق السماوات والأرض وأخد ثواب، وكمان أبقى بتواصل مع صحتي النفسية وبحسن صحتي الجسدية والنفسية. 10,000 حاجة ممكن تعملها. هو بس الفكرة كلها إنك تكون عندك الاستعداد إنك تستثمر في سلامتك النفسية وصحتك الجسدية وتبتدي تستكشف، تجرب وتختار الحاجة اللي ريحتك. أكيد جه في دماغك السؤال ده، تيجي تقول لي والله هل نوع الطبيعة بيفرق؟ أقول لك علماء النفس فكروا برضو نفس التفكير ده، قالوا إحنا عايزين نختبر الطبيعة الخضراء والطبيعة الزرقاء، ما بين البحر والشط والسماء، وما بين الخضرة والزرع والخروج في الأماكن والمساحات الخضراء المفتوحة. ولقوا إن الناس دايما بيسجلوا مستوى أفضل من الراحة والسعادة لما بيتعرضوا للطبيعة الزرقاء، الشواطئ والحاجات اللي هي أكيد أنت بدأت دلوقتي تستوعب إيه اللي بيحصل لما بتسافر في الصيف وتقعد كده ولا حاجة تبص على البحر والسماء والرملة. كل ده علميا فعلا بيخليك تعيد التواصل مع الطبيعة اللي انت مع سبحان الله احنا خلقنا من طين، فانت سبحان الله بتعيد التواصل مع نفسك من خلال انك بتقعد مع الطبيعة. ده بيساعدك انك تحسن صحتك النفسية والجسدية. وفي النهاية طبعا بعد كل ده اكيد مش محتاج اوصيك انك محتاج تتصل بالطبيعة ولا تتحبس وتنكمش جوه الطبيعة الإسمنتية في الحياة. وسبحان الله من رحمة ربنا ان الطبيعة مفتوحة للجميع رغم اختلاف المستويات الاجتماعية بتاعتنا. فانك تمشي في الشارع وتبص في السماء وتاخد نفس من الهواء الطبيعي المفتوح ده بيديك تأثير ممكن يختلف من واحد للتاني حسب جودة التجربة. ممكن شكلها يبقى عامل ازاي؟ واحد هيسافر البحر في اسكندرية ماشي، واحد هيسافر البحر في المالديف تمام، بس لا تزال هناك مساحة للتواصل مع الطبيعة لينا كلنا. السماء نقدر نشوفها من اي حتة ونقول سبحان الله. فانا عايزك ايا كانت المساحة المتاحة قدامك انك تتواصل مع الطبيعة. ما تبقاش مستني بس الفرصة المثالية واللقطة المثالية اللي أنا هقعد فيها مع الطبيعة زي البحر في الصيف. لا لا لا، على قد ما تقدر. وخليني أدي لك الكبسولة، بس الأول ما تنساش تعمل لايك واشتراك الكبسولة بتاعت النهاردة. التعرض ساعتين للطبيعة بكل مرونة بيخلي للطبيعة تأثير مهم جدا على صحتنا النفسية والجسدية. سواء كنت من الناس اللي بتحب الطبيعة أو لا، وجودك وسط الطبيعة مهم لصحتك النفسية والجسدية. 3. التعرض للطبيعة سواء حقيقي أو حتى صور وفيديوهات، الاتنين مفيدين بس طبعا الحقيقي أفضل. 4. التعرض أسبوعيا ساعتين سواء منفصلين أو متصلين مفيد جدا. 5. محتاج تنوع ما بين الطبيعة الزرقاء والخضرة إذا قدرت. 6. وما تنساش وانت بتتواصل مع الطبيعة تسبح بحمد ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض. ودي كانت الحلقة بتاعتنا النهاردة. خوارزميات اليوتيوب بتقول إن الفيديو ده هيعجبك.